اهلا بحضراتكم مره ثانيه. طبعا زملائي قدموا لي ناس كتيره جدا تضامنت مع خالد يوسف ضد هذا الانحطاط الاعلامي. كمان زملائي موريني دلوقتي انه واضح انه احمد موسى خرج عن صوابه لمجرد ان خالد يوسف ضيف عندنا هنا في قناه النهار، رغم انه زميلنا يعني احد الزملاء المحترمين، مش هقول اسمه بقى طبعا دلوقتي، كان مكلمني قبل الهوا بيقول لي ارجوك حاول نخلي احمد موسى يطلع يعتذر لخالد يوسف على الهوا ونخلص الموضوع. وانا كنت الحقيقه نواياي في انه ماشي، اذا كان هيعتذر هيقول فعلا ان الصور، كل اللي سالته له قلت له هيقول ان الصور مفبركه وانه ما يصحش انه كان يعلن لحاجه زي دي، لكن في الحقيقه هو ما يبدو انه تكبر أكثر من اللازم. أما التهديدات التي وجهها أحمد موسى لشخصي الآن في برنامجه، فأحمد موسى يعلم جيدا أنه أنا كمان عندي معلومات خطيرة جدا، والحقيقة يعني إذا وصل به المستوى التدني لمجرد أن ضيفي هو خالد يوسف فهيتدنى، فاعلم يا أحمد موسى أن أنا هكون واقف لك بالمرصاد وبقوة أكثر بكثير مما تتصور. بس وافتكر لما كنت بتعيط لنا عشان نصالحك على أسامة غزالي حرب عشان الحبس، افتكر، وافتكر احنا قلنا ايه، افتكر احنا طلعناك ازاي، وافتكر كنت بتعيط ازاي، وافتكر جرينا على أسامة غزالي حرب وقلنا له ايه وعملنا ايه وانت كنت بتعيط ازاي، وافتكر ان انت دلوقتي بتقول بتدافع عن حزب النور دلوقتي، افتكر ان احنا ما رضيناش ننشر لك ولا قفا من القفايات اللي خدتها رضينا ننشره، قلنا لا عيب ما يصحش، ما رضيناش نعمل كده، عيب توصلنا للانحطاط، عيب يعني اكبر وعد الى الحق احسن ما تعمل كده، لان انت برضو مش قدنا. برضو انا بقولها لك على بلاطه، اذا كان المستوى بقت اللغه كده على بلاطه بقولها لك، برضو انت مش قدنا وهتعرف هعمل ايه. ماشي.